واحد السلام عليكم. اليوم جيتكم في فيلم جديد كيبدا في الانجليز اللي كاين واحد الدري فقير ويتيم سميتو اوليفر. واحد السيد سميتو بيمبل داه لدار الايتام. هذيك دار الايتام الا كنتي غتدخل ليها راه ماشي فابور، خاصك تخدم باش تاكل. هنايا شافوا الرؤساء وقالوا ليه واخا وبدا كيبكي عليهم. هنايا داوه مع الاطفال اللي كيخدموا ما كيحنوش فيهم، كيبقاو يعيروهم وينهزروهم وحتى همايا ما عندهم ما يديروا لانهم يتامى. هنايا كيجي الوقت ديال الماكله، كيمشيو باش ياكلوا ولكن هما كيعطوهم ماكله قليله. تجمعوا واحد الدراري وداروا واحد الخيوطه اللي هز الخيط القوق او القصير هو اللي غيمشي ويقول لهم راه الماكله قليله عطيونا بزاف. والحد ما جاش عند اوليفر، مشى عندهم وقال لهم زيدوني في الماكله انا ما شبعتش. هنايا الرئيس بدا كيعطيه في العصا ولكن هو هرب ليهم. مشاو عند الرؤساء وقالوها ليهم. هنايا الرؤساء كانوا كياكلوا في طابله كبيره وتقلقوا عليه وقالوا غنديروا معاه الاجراء ديالو. كنشوفوا هنا واحد السيد اللي خدام في الفاخر شاف واحد دري غيبيعوه في دار الايتام غير ب$5. مشى عندهم وطلب منهم ولكن القاضي شاف اوليفر كيبكي وقال لهم هاد الدري ما غاديش يتباع، غيبقى في دار اليتامى. هنايا الرؤساء كان عندهم فكره اخرى، داوه عند واحد السيد خدام كيصاوب الصندوق ديال الموتى. هنايا بدا كيبكي عليه ولكن والو. هنايا كنشوفوا المراه ديال هذاك السيد داتو وعطاتو الماكله اللي شاطت على الكلب ولكن هوايا كلاها وفرشات ليه حدا الموتى. ولكن في الليل بقى مخلوع ومشى تخبى ونعس. ملي فاق في الصباح سمع واحد دقان وناض فاق عليه، شاف الولد ديال هذيك السيده بدا كيتنمر عليه. الخدامه جات عنده عطاتو الماكله وقالت ليه سير كولها بالتخبيه. ملي مشى كلاها شاف هذاك الولد اللي متنمر بقى كيتنمر عليه، وهذاك السيد اللي كيصاوب الصنادق بدا كيشوف فيه وعرفو مجتهد وكيخدم مزيان. هنايا هذيك المراه ديالو قال ليها بعدي من الدري وتكيسي عليه ولكن هو كيخاف منها ما بغاتش. هنا كنشوفوا الولد بدا كيعاير فيه وكيقول ليه امك انت ميته، ولكن اوليفر ما تقبلهاش وناض بقى كيضرب فيه. جات امه وفكاتهم ولكن اوليفر سدات عليه في واحد البيت. هنايا جا عنده الرئيس ديال دار الايتام وقال ليه غتضربو خاصك تضربو، ولكن بقى فيه الدري وقالت لي الام ديالو حتى هي غتضربو. هنايا بقى كيضرب فيه وهو حزين. في الصباح ناض وجمع حوايجو وهرب من تما. كان غادي في طريق طويله بزاف ما بغاش يحبس والو، واخا الطريق كان طويله بزاف ما بغاش يحبس. كان غادي وكياكل اي ماكله. وقف واحد الكوخ بقى كيضرب عليهم وقال لهم عافاك وكلوني. جراو عليه ومشى هرب ولكن بالجريان تقطع عليه الصباط ديالو وفي واحد اللحظه سخف طاح. جات عنده واحد المراه شويه كبيره في العمر عطاتو الماكله وقالت ليه بقى معايا، ولكن هو قال لها غنمشي لندن. سلم عليها ومشى شد طريقه وصل لندن. ملي وصل كانت ايدو ورجلو مجروحين بزاف بالطريق. جا عنده واحد دري سميتو تشارل قال ليه يلا معايا. داه معاه ومعاه هو كيسرق خدا ليه واحد الخبز وعطاه ليه. قال ليه منين جيتي؟ قال لي انا جيت من بلاد بعيده. داه معاه لواحد الدار، هذيك الدار كانوا فيه الدرارين في نفس العمر ديالو. تشارل عرفوا على مول الدار سميتو فيجن قال ليه انايا كنعلم الدراري الصغار السرقه، وإلا بغيتي تعيش معايا هنايا كتاكل وتشرب ولكن الخدمه اللي كدير هي كتشفر. هنايا داوه لواحد البيت اللي غينعس فيه اللي هو فين كيخبي فيجن المجوهرات ديالو. اوليفر فاق وشافو جا عنده فيجن وبدا كيهدد فيه. قال ليه الا قلتي هادشي شي واحد غادي نقتلك. قال ليه انا يا مسكين راه كنجمع هادشي غير باش نعيش فاش نكبر وباش نشرف. هنايا الدراري جابوا ليه واحد الزيوفه قال ليه اوليفر هاد الزيف فيه الكتبه غتمشيو غتحيدو بالبرا. اوليفر ما عنده ما يدير مشى وحيدو. فيجن بدا كيعلمو كيفاش يسرق. كنشوفوا واحد جوج دريات دخلوا، واحده سميتها نانسي وواحده سميتها سكار. دخلوا عنده وتعرفوا عليه.
فيجن قال اوليفر مالك كتشوف متترجم؟ قال لي اوليفر انا تعلمت نشفر صافي خليني نمشي نخرج. قال لي واخا نشوفو حنت يديك. عطاه الفلوس وعطاه الصباط ومشى اداه مع الدراري يشفروا. شافهم واحد راجل وبلغ بيهم. الدراري الاخرين هربوا ولكن اوليفر بقى محبوس وكل شي تبعوه، كل شي تابعوه. شدوه في الاخر ودوها عند القاضي. صحابه مشاو قالوها الفيجن. القاضي كان معصب بزاف وتا واحد ما خلاه يدوي، ولكن اوليفر سخف والقاضي كان كيسحبو غير ديرها بالعاني وحكم عليه ب3 شهور ديال الحبس. هذاك السيد اللي بلغ بيه دخل عنده وقال ليه راه ما شفرش، ولكن القاضي ما سمعش ليه. واحد السيد جا لاباس عليه دا معاه اوليفر. فيجن بدا كيعاير في الدراري الصغار وقال لصاحبه خاصنا نشدوه باي طريقه. صيفط الدريه نانسي عند البوليس باش تقلقلهم. قالت ليهم راه خويا توضر ليا عافاك راه هو اللي شفر، قولوا لي فين كاين. عطاها العنوان البوليسي وقال لها سيري لهذا العنوان راه غتلقيه. اوليفر كنشوفوه فاق في واحد الدار اللي كبيره بزاف وفيها داك الشيء واعر، ولكن ملي فاق طاحوا عاوتاني وسخف. نعسوه وغطوه. في الصباح ملي فاق جا عنده داك السيد اللي لابسون عليه، لبسو دوك اللباس اللي الغالي وقال ليه انت واش باغي تكبر تولي ملحن؟ اوليفر قال ليه لا باغي نولي بائع الكتب. هنا يعرفوا باللي اوليفر كتعجبو التجاره. نانسي والصديق ديالها كانوا حاضرين الدار اللي فيها اوليفر. السيد هنري صيفطو باش يشري الكتوبه، ولكن هو فاش مشى شداتو نانسي وبدات كتغوت وكتقول الحمد لله لقيت خويا، ولكن هو بدا كيغوت وكيقول انا ما كنجيك والو. هنا جا عندها الصديق ديالها وقال ليه واش من نيتك مخلي امك كتبكي عليك وغادي هربان. هنا يدوها عند فيجن. ملي داوها عنده بداو كيتنمروا عليه الدراري وكيقولوا ليه خداو ليه الفلوس ديالو وقالوا ليه شنو هاد الحوايج صافي سخيتي بينا. هنايا نانسي سدات على داك الراجل باش ما يحرش عليه الكلب ديالو. هنايا لاحها ومشى عندهم شدوا فيجن. ملي شدوه بدا كيضرب فيه. نانسي جات وطلقاتو منه. هنايا بداو كيحيدوا فيه الدراري الحوايج ديالو وعطوه حوايج قدام. دخلوا فيجن لواحد البيت وعطاه الماكله وبدا كيدير ليه تأنيب الضمير باللي مشى وخلاه وهو اللي عاونو. خلى الباب ديال البيت محلول ومشى وخلاه. هنايا كنشوفوا اوليفر مشى مع نانسي وقالت ليه خاصك تهرب من هنايا لانهم راه غادي يقتلوك. مشاو عند واحد الراجل وخداو من عنده المسدس. مشاو وقال لهم اشنو جايين ديروا في هاد الدار؟ قالوا ليه غادي نشفروها. وهنايا ما خلاهمش لانه هاد الدار ديال ديك الحاج اللي عاونو اللي لابسون عليه. دخل عنده وبدا كيقول ليه راه باغيين يشفروك ولكن ما عرفوش شكون. وهنايا ضربوا بالمسدس في ايده. هنايا كنشوفوا اوليفر سخف وهذاك الصديق ديال نانسي طاح. فيجن جا عنده اوليفر وبدا كيداوي ليه الجرحه ديالو. الصديق ديال نانسي قال ليه باللي غادي غير نصح غندي اوليفر لواحد البلاصه وغادي نقتلوه. سمعاتو نانسي وقالت ليه خاصني نحيد هاد الشيء، خاصني نعاونو. هنايا مشات عند السيده وقالت ليها فين هو الحاج هنري؟ قالت ليها ما كاينش. قالت ليها نهار لحد مع الجوج يتلاقاني مع القنطره ضروري باغي نقول ليه شي كلام. فيجن بقى كيداوي الاوليفر الجرحه ديالو وكيقول ليه شكرا بزاف حيت عاونتيني. نانسي كانت باغا تخرج، الصديق ديالها حبسها وفيجن قال لي غتهبطي معايا القبو، ولكن هو شم فيها ريحه الغدر. قال الصديق ديال تشارل قال ليه يمشي يحضيها. تلاقات مع الحاج هنري وقالت ليه خاصك تعتق اوليفر ولا غادي يقتلوه. ما سمعهاش وفي الاخر عاد طيقها وقال لها واخا انا غنشوف كيفاش ندير. سمعها تشارل. ملي سمعها تشارل مشى قالها الفيجن قالها ليه وعرف هاد الشي كامل. ملي عرفوا خاصو يمشي يقتلها. الصديق ديالو مشى وقال ليه غنمشي نقتلها. مشى عندها وبقى كيضرب فيها. جات الصديقه ديالها سكار لقاتها ميته في الصباح. السيد اللي خداو من عنده المسدس قرا الجورنالات وقرا باللي فيجن نانسي اللي خدامه عنده لقاوها مقتوله والمشتبه به عنده كلب كبير وواحد السيد شارف، يعني كيعنيو على الصديق ديال نانسي. دا الكلب ديالو باش يقتلو ولكن الكلب
فهم منه باللي ناوي الغدر، هرب منه مشى عند البوليس وقال لهم يلا معايا كنشوفوا فيجن. قال لهم خاصنا نديروا شي طريقه باش ما نتسبوش في القتل ويشدونا البوليس. الكلب داهم عنده، ولكن السيد دا اوليفر وطلعوه من السطح ومشى تعلق في واحد الحبل وداه الجهه الاخرى، ولكن شاف الكلب ديالو جا عنده، وملي شافوه سمعوا ومات في الاخر. هنا كنشوفوا اوليفر ولا عايش مع السيد هنري، ولا عايش بخير وعلى خير. مشى للحبس باش يشوف فيجن، ولكن شافه ولا غادي كيتسطى غادي وكيفربل. قال ليه خذ المجوهرات. اوليفر بقى فيه مسكين بزاف ومشى وخلاه. اوليفر ولا عايش حياة رفاهية ولا لاباس عليه، وبالتالي هنا كيتسالى الفيلم ديالنا.